من يوم 1/0 يعني السيد محافظ كربلاء المحترم صادق على خطة الزيارة الأربعينية لدى مديرية مجاري كربلاء. طبعا احنا شاركت في هذه الخطة أكثر من 1500 موظف، أكثر من 420 آلية. هيئنا كافة محطات الرفع اللي البالغ 54 محطة في عموم محافظة كربلاء، 9 محطات معالجة، أكثر من 2000 كيلومتر طول تم تسليكها وتنظيفها وتأهيلها. وكذلك طبعا تم التعاقد مع كوادر متخصصة لأعمال الغوص والتنظيف ولأي حالة طارئة تحصل أثناء الزيارة المليونية. يعني الحمد لله والشكر. طبعا راح تجينا ضيفية من كافة المحافظات، 14 محافظة تقريبا، وفرنا لها المبيت والمأكل والمسكن، والحمد لله والشكر. سوف تدار هذه خطة هذه الزيارة من قبل السيد محافظ كربلاء ومن قبلنا شخصيا، وإن شاء الله احنا يعني متوقع أنه نقوم بأكثر من 300 إلى 400 شكوى يوميا. وهذه طبعا الخطة هي مدروسة بشكل كامل وتطبق بشكل إلكتروني، وخصوصا محطات الرفع عن طريق الBLC والسكادا سيستم، وكذلك منظومة الGPS للآليات. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن أهالينا في محافظة كربلاء وكذلك زوارها. احنا وفرنا أكثر من آلاف فتحات يعني نقاط الربط للمواكب الحسينية. هنالك تنسيق كبير بين العتبات المقدسة الحسينية والعباسية. طبعا الإشراف والاتصال بشكل يومي مع السيد المحافظ المحترم. هنالك دعم وإسناد من قبل الدوائر الدولة البلدية والبلديات والماء والدوائر الأخرى. إن شاء الله سوف يعني يبيضون وجه كوادر مديرية مجاري كربلاء ونساهم في إنجاح الخطة الخدمية المصادقة من قبل مجلس وديوان محافظة كربلاء. الدكتور المهندس أحمد مقطوف، مديرية مجاري كربلاء.